هاد الايام المباركه هما احسن وقت باش تكتسبي عادات زوينه وباش تغيري حياتك للاحسن. علاش بالضبط هاد الايام من غير انها ايام مباركه؟ حتى الاجواء والمحيط ديالك يعاونك انك تحسني من حياتك بطريقه اسرع. هاد الاجواء الروحانيه، الناس كيوليو يقراو القران اكثر، كيصليو وكيتعبدوا الله اكثر، الصدقه، الاستغفار وما الى ذلك، كيبعدوا ولا كينقصوا اموا من البليه ولا العادات السيئه. هاد الاجواء الزوينه اللي spiritual كتعاونك اوتوماتيكلي سبحان الله انك تغيري ولا تحسني من حياتك بطريقه اسرع. وانا من خلال هاد رمضانات اللي فاتوا حسيت بواحد التغيير كبير، وكل رمضان عطاني واحد البوش لقدام، وكل رمضان تعلمت فيه عادات زوينه اللي لحد الساعه باقين معايا. trust me honey، الا بديتي تخدمي على راسك في هاد الايام، واخا تخدمي غير على هدف ولا عاده وحده، شوفي مع الوقت تلقاي باللي كتحسني بطريقه اسرع. اكتسبتيها دغيا على الايام العاديه. كيفاش غتخدمي على راسك في هاد الايام المباركه؟ هادشي اللي غادي نشوفه في هاد الفيديو ان شاء الله باذن الله. شوفي، خصو يكون عندك اهداف محدده وواقعيه. ما خصكيش تبقاي تقولي انا خصني نبدل حياتي وصافي، انا خصني نتغير الاحسن وصافي. لا، خصك تحدي الهدف ديالك وتكوني عارفه علاش بغيتي تخدمي، وعافاك ما تبقايش تحلمي وتخيلي بلي راك غتبدلي راديكالمون دو جور او لوندومان. نو ما بيش سا مارش با كوم سا. اي شوفي، تقدري تقسمي الاهداف ديالك على ثلاثه الانواع على حسب البرايوريتيز، على حسب الاولويات ديالك. غنعطيك مثال اللي انا دايراه بيرسونيلمون. غتقسمي الاهداف ديالك على ثلاثه الانواع: اهداف على المستوى الشخصي، الاهداف على المستوى الديني ولا السبيريتوال، و بروفيشنال جولز يعني الاهداف على المستوى المهني، ولكن انت باقا كتقراي على المستوى الدراسي. وانت تقدري ديري تقسيمات اخرى، ماشي بالضروره ديري هاد التقسيمات على حسب الاهميه والاولويه والمعتقدات ديالك. ناخذ المثال ديال الاهداف الشخصيه ولا على المستوى الشخصي. خصك فريمون تحدي هذاك الهدف اللي بغيتي تخدمي عليه. باغ اكزامبل تولي اكتيف اكثر، تولي تدخلي لاكتيفيتي فيزيك في حياتك، تعلمي تفيقي في واحد الساعه معينه، تحسني من طون ستيل فيستيمونتير يعني من لباسك، تعلمي طيبي، تحسني مثلا من شخصيتك، مثلا تحيدي الحشمه، تعلمي كيفاش تهضري، تنقصي من العصب. ولكن في هذه الفتره غتركزي على هدف واحد محدد على المستوى الشخصي، على حساب كيف ما قلنا قبيله، على حساب البرايورتيز، على حساب الاولويات ديالك. بالنسبه لي انا في هذا لو فولي درت انني نتهلا ونحاول نحسن من صحتي اكثر. كيفاش؟ نبدا ناكل مزيان، ماشي كتر وماشي قل، ولكن ماكله اللي غادا تفيدني. ناخذ مي كومبليمون اليمونتير، ناخذ مي فيتامين، نحاول نتحرك كتر باش نرفع المناعه ديالي. حيت هاد الايام عندي صراحه دي نوفو ديفي او نيفو بروفيسيونيل، دونك كنحس بلي خصني نكون ولا نتهلا في صحتي اكثر باش نقدر نكون مور بروداكتيف، و بيان سور نلقى واحد ليكيليبر، نكون مرتاحه اكثر. دونك انا هذا هو الاولويه ولا الهدف اللي كنحاول نخدم عليه على المستوى الشخصي في هاد الايام. دابا نقدروا نهضروا على الاهداف الدينيه. نعطيك مثال، مثلا تحاولي ديري ختمه واحده على الاقل على حساب طون نيفو ديال القران، تدخلي ادعيه اللي تولي تقرايهم كل نهار. كنتي تصلي تبداي تصلي، كنتي كتجمعي الصلاه تبداي تصلي في الوقت، تدخلي الاستغفار، الباقيات الصالحات في نهارك، تصلي التراويح ولا تعلمي تنوضي تصلي الفجر. كاين بزاف الاهداف اللي تقدري تخدمي عليهم على حسب لو نيفو ديالك وعلى حسب لو نيفو اللي انت واصله ليه في لو كوتي سبيريتوال. انا في هذا النوع ديال الاهداف ولا على المستوى الديني درت كديفي ولا كاوبجيكتيف انني نبدا نقرا قران كل نهار وندير الدعاء كل نهار. انا الحمد لله كنصلي يعني محافظه على صلاتي، ولكن مؤخرا مالوغوزمون ما بقيتش كنقرا قران، غير كنسمعو ولا فاش كنصلي ولا فاش كنكون في الطوموبيل ولا في الدار ولا المهم كنخدم. دونك ما كنقراش، الله يسمح لينا، بحجه انني ما مسالياش، واخا ان ما كاينش شي حاجه اللي تقدر تمنعك على انك تقرب الله سبحانه وتعالى، الله يسمح لنا. ولكن المهم انا خديت الفيرست ستيب وقلت ابارتير هذا رمضان ان شاء الله اشنو غادي ندير. غادي نرجع للقرايه ديال القران، غادي نولي نقرا واحد العدد ديال الصفحات زائد واحد الصور معينه اللي انا كيعنيو ليا شخصيا، اللي عزاز عليا شخصيا، كنقراهم كل نهار، زائد كنقرا واحد العدد ديال الصفحات حتى كنختم القران.
اي دايره ان بلانينغ في نوشن. الى عرفتي نوشن سي اون ابليكاسيون اللي كتعاونك في لورغانيزاسيون في لي بروغرام. نقدر نخليها لك هنا. اوسي دايره في التليفون ديالي واحد الالبوم اللي فيه مجموعه من الادعيه اللي كنقراهم كل نهار. شوفي هذه نصيحه ليك ما بال وبغيتك تاخديها. الا كنتي كتقلبي على السلام على الراحه والطمانينه you will find it. غادي تلقيه نهار غتولي more connected مع الله سبحانه وتعالى. وهنا كنهضر على تواصل حقيقي real connection. ما كنهضرش على لي زابارونس ولا كيفاش كيشوفوك الناس. كتحسي وكتواصلي مع الله سبحانه وتعالى. كل نهار عطاه لك الله سبحانه وتعالى كتحاولي انك تقربي ليه اكثر. كل نهار عطاه لك الله سبحانه وتعالى كتحاولي انك تقربي ليه اكثر. and trust me honey ثقي بيا. غير غتبداي هاد البروسيس غتبداي هاد الرحله غير غادي تبداي تنوي غتحسي بالله كيبغيك. غتحسي بالله انه معاك وكيستجيب ليك كيسهل عليك الطريق في اي حاجه زوينه وكيبعد عليك اي حاجه خايبه. كتحسي بالامان وبالسند وكتولي literally ما كتخافي من حتى شي حاجه حيت عارفه ومتاكده باللي ربي معاك. وهنا كنتكلم لك من خلال تجربتي الشخصيه. وهنا ما تنقولش لك باللي انا واعره ولا ما عرف شنو. effectivement peut-être que كاينين ناس اللي more connected اللي اكثر تواصل ومع الله سبحانه وتعالى. كاين اللي قل مني. دونك عافاك ما عمرك تقارني راسك بالناس الاخرين. as I said قبيله les apparences sont trompeuses. المظاهر خداعه. focus on yourself. اهم حاجه هو تكوني اليوم احسن وافضل من البارح. هادشي اللي كيهم. انا quick reminder تذكير صغير وخفيف. صيام في رمضان ماشي غير صيام الفم. هو صيام الفم صيام الجوارح وصيام القلب. ودابا تخوازيام فولي كنا قلنا بلي غادي نختاروا اهداف ولا هدف ما بين الاهداف على المستوى المهني ولا على المستوى الدراسي. الوغ في هاد لو فولي تقدري تختاري مثلا تبداي اون فورماسيون تقراي كتاب تعلمي اون لونغ تعلمي واحد اللغه جديده تخدمي على يور بيرسونال براندينغ تخدمي على لا كومونيكاسيون ديالك تخدمي على الريلاسيونيل تحسني من علاقتك مع الناس اللي خدامين معاك. تقدري تعلمي مثلا كيفاش ديري اون بريزونطاسيون بروفيسيونيل. كنتي مثلا في لونتربرونيا تقدري تخدمي على مهارات اللي غادي يعاونوك انك تجيري طون بيزنس بحال مثلا كيف ما قلنا لا كومونيكاسيون لا بروسبكسيون كيفاش تقدري تصايبي ان بيزنس موديل كيفاش تصايبي ان بيزنس بلان. تايم مانجمنت مهم بزاف كيف ما كنتي كو سوا سالاري اونتربرونور ولا ميم باقا كتقراي. اي كيف ما قلنا غتاخدي حاجه وحده وغتبداي تخدمي عليها. انا في مون كا عندي شويه واحد لو تشالنج ولكن كنقول باللي نقدر عليه. ماشي بالضروره انك ديري بحالي سكو خديت جوج الاهداف. علاش؟ حيت انا او ميم طون جو ترافاي اي او ميم طون كنقرا كندير دكتوراه. دونك على المستوى ديال الخدمه جي توجور ان تري بون فيدباك. انا داك الشكل اللي معقوله ولا سيريوز اي بوسوز في خدمتي. مي ريسامون جي كومونسي ان نوفو ديفي اللي كنشوفوا الحمد لله بلي سي تري انتريسون الحمد لله والشكر لله وكنحاول نتفوكاليزي عليه. وشوفي في كل بروجي ولا في كل افونتور ولا في كل ديفي بديتيه تيكون خصك ضروري تعلمي. وشوفي واخا يكون عندك نيمبورط كال اكسبيريونس وفي اي دومين وفي اي مارشي ضروري خصك دوزي من واحد لا فاز ديال لادابتاسيون ديال انك تادابتاي مع لو شونجمون ديال انك تفهمي هذاك لو مارشي تفهمي هذاك لو بروجي. كيف ما قلت لك توتالور كيف ما كان تي كومبيتونس كيف ما كانوا لي زيكسبيريونس ديالك ضروري خصك دوزي من لادابتاسيون la planification et bien comprendre le marché ou le projet. هاد الايام كنحاول انني نصغر راسي ونتعلم لو ماكسيموم بوسيبل ونفهم لو ماكسيموم بوسيبل بارتير سور دي بون باز. مي صراحه كنحس براسي اليز الحمد لله and I know that I can do it ان شاء الله باذن الله. الهدف الثاني اللي زدت هو ديال القرايه puisque je suis doctorante donc عندي un deadline je dois rédiger un article scientifique et la rédaction ديال un article في le cycle doctoral ماشي ساهل كيحتاج بزاف لي ريشيرش et la littérature وكيحتاج الوقت على ود la rédaction et même la
ريداكسيون خصها تكون بواحد لا ستركتور سبيسيفيك. اي سي جوست اونتر بارونتيز الا بغيتي نهضر لك اكثر على الدكتوراه وهاد ليكسبيريونس هادي ديال الدكتوراه خليها ليا في لي كومونتير اي نقدروا نهضروا عليها ابار. دونك على ود هاد لوبجيكتيف دائما حطيت ان بلانينغ توجور في نوشن على شحال من ساعه خصني نقرا في النهار. طبيعه الحال في ايام ديال الخدمه كنقرا مورا لي زورير ديال الخدمه. انا حاطه في وسط السيمانه الا قريت غير واحد 45 مينوت واحد 45 دقيقه راه مزيان. اي كنحاول نعوض لي ويكاند. حطيت ان بلانينغ ديال لارتيكل حطيت اون ستركتور ديال لا ريداكسيون ديال لارتيكل اي اوسي حطيت دي زوبجيكتيف اون تيرم دو نومبر دارتيكل شحال خصني نقرا من ارتيكل باش نصايب لو ميان باش نصايب ديالي. علاش كنعاود لك هادشي باش نوريك ونشرح لك بلي راه لورغانيزاسيون مهمه بزاف في اي هدف بغيتي تخدمي عليه. كتربحي الوقت ملي كتكوني منظمه وعارفه شنو تديري وهادشي اللي كيخليك موتيفي باش تكملي وتخدمي اكثر. ودابا غادي نديرو ريكاب على كاع هادشي اللي هضرنا عليه. كيف ما قلنا حاولي تحددي 3 الاهداف على المستوى الشخصي على المستوى الديني وعلى المستوى المهني ولا الدراسي. علاش؟ باش يكون واحد التوازن في حياتك. هاد الاهداف خصهم يكونوا محددين و رياليزابل يعني ماشي الخيال العلمي. حطي ان بلانينغ ديال كل هدف بغيتي تخدمي عليه وكل اوبجيكتيف حطي ليه دي سوز اوبجيكتيف اهداف صغيره باش تجيك سهله. كيف ما قلت لك قبيله اهم حاجه هو تكوني كل نهار احسن من النهار اللي فات. وشوفي كوني متاكده مع بال الا كانت اهدافك والامنيات ديالك الاحلام ديالك عباره على اهداف زوينه وطيبه بحال طون كور بحال القلب ديالك بحال مثلا انك تقربي من الله سبحانه وتعالى وكيكون نيتك زوينه وقلبك زوين. انا متاكده ونقدر نضمن لك 100% باللي ربي ما غاديش يخيبك وغادي يعاونك باش تحققي كاع الاهداف ديالك وغادي يكتب لك غير مكاتب ديال الخير. دونك غير تحركي وصبري وخدمي على راسك وكوني بنت ولا انسانه مثابره وحطي امالك وايمانك في الله سبحانه وتعالى. وكيف ما قلنا هاد الفتره ولا هاد الايام المباركه هي عباره على فرصه عطاها لك الله باش تغيري وتحسني حياتك للافضل. دونك عافاك ما تضيعيش هاد الفرصه. دونك فوالا بور اجوردي جو سي كو كنغبر عليك ولكن انا مقاتله دابا باش نلقى ان اكيليبر باش ننظم وقتي وباش ما نغبرش عليك حيت راك عارفه كل واحد والبرايورتيز ديالو وكل واحد والاشغال ديالو. so if you like this concept يعني يجي عجبك هذا الكونسيبت هذا تقدري تخلي لي لايك اند سبسكرايب باش تشجعيني اكثر وخلي لي في التعاليق على اشنو بغيتي شنو هما لي سوجي ولا المواضيع اللي بغيتينا نهضروا عليهم في لي بروشين فيديو في لي فيديو الماجين. واذا عندك اي تساؤل ولا اي ريمارك مرحبا avec grand plaisir خليه لي في الكومنت. et puis voilà à la prochaine.